ولكن معانا تليفون مهم جدا، سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اهلا بيك يا فندم ومنور كلام في الجون على ميجا اف ام. يا استاذ ماركو اهلا بيك. اخبارك ايه يا فندم؟ لا قرفان. قرفان ليه؟ لان عيل تافه امبارح في احدى البرامج طلع بيقول لك الزمالك الشكل الجميل ده عشان رئيس النادي ما عادش بيتكلم. الله ده يا ولد قليل الادب محتاج ربايه. بقول لك يا عفيفي لو جبت سيره رئيس نادي الزمالك تاني هعلقك من رجليك على باب دي ام سي. عفيفي بس هو عفيفي اعتقد ان هو صديق لامير واحمد وراجل زملكاوي مليون في المية. لا 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 اسوأ شيء دلوقتي الزملكاويه اللي بيقل ادب. ما هو محمد شبانه زملكاوي بيقل ادب. بس دي كانت يعني قصه ثانيه يعني قصه ثانيه. دلوقتي لما ناسيو بيكسب بقى عشان رئيس النادي ما بيتكلمش. قله ادب وسفاله. لكن لما كان ناسيو يخسر كان عشان رئيس النادي. لا معلش ما حدش ينكر دورك يا فندم في الفريق. ده اعلام مقرف. معلش. ده اعلام مؤول. ده اعلام مأجور. واخد بالك؟ طب خلينا في الاعلام الحلو طيب. يعني انا بصراحه عندي حاله قرف شديده. معلش واخد بالك؟ ومش طايقهم وللاسف ما بيسيئش للزمالك الا للاسف اللي بيقول لهم زملكاويه ملوش علاقه بالزمالك. يقول لك اصل عشان رئيس النادي سكت. انت بتتواصل معايا لا مسخه. انت مين انت يالا؟ معلش يا سياده المستشار. انت مين انت؟ معلش ده انت رئيس نادي الزمالك بقالي 14 سنه من 2005. انت مين انت؟ انت مين انت يالا؟ بس في شق ايجابي يا فندم في التصريحات دي، في شق ايجابي في الموضوع ان حضرتك دلوقتي بتوفر مناخ جيد للراجل والراجل شغال كويس. بوفر مناخ جيد لمحمد حلمي وبوفر مناخ جيد لحسام وبوفر مناخ جيد كان لميدو وحازم امام ومناخ جيد لفريرا اللي لما خد دوري وكاس قال لك لما هرب قال لك رئيس نادي بيتدخل. طب انا جاب دوري وكاس. انا مش عايز قله ادب. انا مش عايز. خلينا ما نبوظش على الزملكاويه فرحتهم بادائهم الجيد والفوز على وادي دجله. مين عفيفي ده المقرف ده ومين الواد الملحن ده يا فندم خلينا نتكلم على الزمالك مش عايزين نجيب سيره النادي الاخر. معلش خلينا نتكلم في النادي والاداء الجيد للزمالك قدام وادي دجله. كلمني عن مدى رضاك عن الاداء. يعني الراجل المدرب احنا قلنا مدرب كويس زي ما كنا جايبين كل المدربين شبابين. عايز تكسب وتخسر احنا طول عمرنا بنوفر الاستقرار ونوفر كل الامكانيات المتاحه للعيبه وللجهاز. خلاص؟ عندك بقى مدرب بيتقي ربنا ومدرب بيهرج ويهزر. يعني المرحله الثانيه بتاعت محمد حلمي كان بيهزر ازاي يعني؟ حلمي لانه ما كانش في تمرين. ازاي؟ بقول له محمد حلمي انت ضيعت دوري السنه اللي فاتت في ماتش المصري. لو كان الزمالك فاز كان هيبقى فرق بينه والاهلي نقطتين. واخد بالك؟ والزمالك كسب بعد كده الاهلي في كاس 3 لو تفتكر. لما العند بتاع دماغك صممت يا ايمن حفني وكوفي ما يلعبش بعين. واخد بالك؟ وضيعت الدوري السنه دي في المرحله الثانيه ال 45 يوم اللي انت خدتهم كنت نازل قرفان من اللعيبه ومن النادي. انا بقول لك هيبقى ليك حساب عسير عند ربنا لانك ضيعت اسهل 2 دوري. كلنا شايفين النادي الاهلي بصراحه. يعني عندي احسن لعيبه وعندي للاسف ضيعت دوري. اللي حصل مش مشكله خلاص والراجل يعني خلاص يعني طبعا. قول لي ايناسيو بدا يطبع مع اللاعبين بشكل كويس. ايه اللي مخلي الاداء كويس؟ العدل مثلا ولا الحزم ولا ايه؟ العدل دي العدل اللي بيتدرب كويس بيلعب. اللي بيستقل امبارح على فكره كل المواقع قال لك ان ايناسيو خصم 50,000. ده مش ايناسيو، مرتضى منصور اللي خصم. من مين يا فندم؟ بس في الثلاث لعيبه اللي ما جوش التمرين بس اللي كانوا مستبعدين وما حضروش تمرين مستبعدين. بالظبط. ده تمام، ده قرار جميل. قرار جميل. قرار مرتضى ما كانش قرار ناسيو لانه ناسيو مش سلطته يدي لغايه 50,000. مين يا فندم؟ مدير الكوره ايهاب جلال المفروض يدي ده. ولا ايهاب جلال لا 50,000 دي سلطات مجلس الاداره. اوكي. لكن لما اتخذ قرار تربوي محترم قال لك ناسيو ما عنديش مشكله. تمام. وعايز اقول برضه الواد امبارح بتاع مشخه ده يقول لك ايه؟ انا بس عايز اقول لرئيس النادي والمجلس الاداره انه ما يزعلوش ان ناسي ما برضه يعني المكسب لصالحهم. يعني احنا هنغير من راجل جايب لنا بيكسب قله لا قله ادب وقايد لي عضلاته ونزح لي عضلاته وتقول لي مش عارف صاحب مين ومين. معلش طبعا يا اكيد. لا طبعا نجاحك من نجاحه ونجاحه من نجاحك. طيب احنا لما بنخسر لما بنخسر انا اللي بتشتم. معلش. لما بنكسب بنقول عبقريه المدرب واللعيبه. لا الناس كلها يا فندم بتتكلم عليك دلوقتي ان انت يعني عامل اداء كويس قوي مع ايناس. دي قله الادب زادت عن حدها وانا عندي بقى مبدا ماشي بيه. اللي يحترم نادي الزمالك ومجلس ادارته وجماهيره فوق دماغي. اللي قل ادبه ما عنديش الا الجزمه اللي في رجلي. حقك عليا. افريقيا قول لي بتفكر في ايه في افريقيا؟ هل فعلا النادي ممكن يحقق البطوله دي؟ هل الزمالك ممكن دلوقتي مستواه يؤهله لده؟ ان شاء الله ماتش بتاع يوم الثلاث مهم جدا.
وزاجة لو ربنا وفق الولاد هيبقى عندهم 6 بونت وعندهم ماتش هنا في استاد اللي هيلعب مع الجزائر هنا. لكن دي مناسبة اشكر السيد السفير المصري في تونس، حسن استقبالهم في المطار، بشكر الاعلام التونسي، بشكر الشرطه التونسيه، بشكر الشباب التونسي، حاجه شيء راقي ومحترم بجد يعني. فمن خلالك بشكرهم. والنهارده بالليل مسافر ابراهيم صلاح ومسافر الونش. كان عندهم مشكله في تصريح السفر بس انتوا حلتوها يعني. سيد وزير الشباب يعني مشكورا السيد خالد عبد العزيز كلم السيد امين عام وزاره الدفاع وخلص الكلام ده الصبح. حلو قوي. طلعت الولاد مسافرين النهارده بالليل ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. طيب حلو قوي حلو. طيب بالنسبه يا فندم للكلام على ستانلي، وفي خبر قدامي بيقول لك ان ايناسيو طلب بضروره التعاقد مع ستانلي نهائيا. سيادة وتام بالله. لا اله الا الله. كل اللي بيتنشر عن ستانلي كده فعلا. ستانلي لا اتكلم ولا قعدنا معاه اتكلمنا في لعيبه دي اكاذيب. طيب هو عقده يخلص امتى؟ الاعاره تخلص امتى؟ مش عارف في اخر الدوري. طيب هتشتروه ولا لا؟ لسه اللي ما قررناش. وصالح جمعه مش عارف احنا كلمناه مين. واحد اسمه عنتر يعني كل ده كذب. محمد عنتر وقال لك الزمالك بيفاوضوا 10 مليون جنيه. ولا حد يعرفه ولا حد كلمه، واحترامي للاعب انا ما شفتوش. تمام. ولا حد لو لاعب جيد طبعا منتخب الشباب هو كويس. ولا حد كلمه. ماشي. طب ستانلي ده ملكوكو دلوقتي، ملكوكو هتكملوا معاه ولا لا؟ هتشتروه ولا لا؟ ستانلي. مين ده؟ ستانلي يا بيه لسه الراجل هو اللي بيقول. الراجل ما قالش عايزه. عملنا عقد، احنا عاملين عقد سنه وما قالش ده ميمشي ده يقعد لسه ماشي. استنى وغير استنى لما يقعد سنه ونص قعده يعني عنده فرصه بقى يختار مين يمشي ومين يقعد. طيب لو فرضنا ان وادي دجله انا باكد كل ما ينشر ان ستانلي ان ايناسيو ده طلب فلان عايز يمشي فلان كذب. لكن لو حصل وقال لك انا عايز امشي فلان وحتى لو كان اسم هتمشيه؟ طبعا من غير نقاش. لان لو قعدوا مش هيلعب. اوكي. لكن اي حد مهما كان نجم بقى واسمه بتاع قاعد رغبا عنه مش هيلعب يبقى مش هيلعب. طيب ده حلو قوي الكلام ده. حلو قوي. على فكره ايمن حفني يعني اللي بيتكلم انه مش عايز ايمن حفني، لا هو بيرقص على ايمن حفني علشان يشتغل تاني. ما انا فاهم. على اللياقه. لكن هو قايل انا ايمن حفني من احسن اللاعبين اللي شفتهم في العالم. والله الافلام الكتير اللي بتتقال كده. تمام. هو بيرقص عليه عشان عايزه زي ما بيهاجم يدافع. اوكي. ما صح، عنده حق في الكره الحديثه يا فندم. مفيش حاجه اسمها راجل بيدافع بيهاجم بس. طيب لو فرضنا ان وادي دجله قال لك مثلا انا عايز $1.5 مليون والدولار ب 18، هتعمل ايه؟ امسك في رقبه طارق حسن عامر يما وحافظ بنك المركز اقول له منك لله. ما هيعمل ايه الراجل؟ طيب هو ما كانش عارف موضوع ستانلي. يا بيه خربت مصر اقتصاديا ورياضيا واجتماعيا، والاسعار طلعت في السماء مش عارفين ننزلها تاني. منه لله طارق حسن عامر يهرج يقعد يقول نكت كده. يعني طبعا ده راي حضرتك في النهايه. ده رايي انا بقول لك هو مسؤول عنه. الزمالك انا عامل له صاله محترمه باسم والدي، لكن هو خرب النادي، قصدي خرب مصر. يعني ايه جنيه؟ يعني ايه دينار كويتي ب 65 جنيه مصر؟ فين ده حصل في اي تاريخ؟ يعني بغض النظر عن القصه دي، بغض النظر. انا عارف انك انت بتخاف من الحاجات دي. كمل. لا ما بخافش، بس هو برنامج بتاع كوره مش عايزين نتكلم في اقتصاد وحاجات كده. ما هو ده كوره دي ومش كوره. جزء منه. بس انت ممكن مثلا تتكلم مع ماجد سامي وتقول له لا انا لما اتعاقدت مستني كان الدولار ب 7 جنيه. خلاص مشيه 7. يعني $1.5 يعني كان 10 مليون. تمام. استنى دلوقتي 30 مليون يعني زاد 20 مليون جنيه. يرضي ربنا؟ ده خراب اللي بيعملوه في البلد. طب ما انت ممكن تقول لماجد سامي انا هاخده بنفس القيمه اللي تعاقدنا عليه مثلا. يعني ماجد سامي ماله؟ انا خليني اكلم طارق حسن عامر اللي خرب البلد. ماشي يا سياده المستشار. انا عندي لقاء مع السيد مكان الصحفيين دلوقتي. انا بشكرك جدا. اتفضل يا فندم، بتمنى لك التوفيق انت والزمالك طبعا. مع السلامه.